الخبر. عايز اعرف البلاغ ده كان مقدم بقاله وقت طويل ولا ده لسه حاجه بتحصل النهارده بس؟ هو اولا الموضوع ده كانت تحقيقات النيابه العامه في احداث استاد بورسعيد. بدات يوم الواقعه مساء الساعه 8 مساء يوم 1/2/2012. التحقيقات اشتغلت في اسماعيليه، والنيابه استمعت الى اقوال شهود كثيرين معظمهم من التراس النادي الاهلي المصابين. وفي البدايه انا عايز اعزي اهالي الضحايا بمرور عامين على هذه الواقعه الاليمه، وبوجه برضو رساله ربنا يشفي والمصابين جميعهم، وتعود العلاقات الحميمه بين الناديين او بين الجماهيرين. طيب معلش يا فندم، ارجوك معلش مضطر في ايجاز سريع ما يتعلق باحمد ادريس، البلاغ اللي حضرتك قدمته بتتهمه فيه بايه بالظبط يا فندم؟ اتفضل. احمد ادريس بدات الاتهامات من زملائه نفسهم، زملاء التراس الاهلي اللي شهدوا ان اللافته اللي مكتوب عليها بلد الباله ما جابتش رجاله صنعت وطبعت في السكشن الموجود عنده، وانها لا ترفع في المدرج الا بامره وامر الكابوهات، وانه كان موجود هو عبدينيو وكريم عادل في المدرج. صوروا في مشاهد مصوره وهم يطلقون شماريخ على جمهور النادي المصري، ويوجد مصاب بعاهه مستديمه محبوس واخذ حكم بالسجن موجود في بورسعيد حاليا من ضمن المتهمين. طيب اخر سؤال، هل حضرتك بتتوقع يفتحوا الباب الفاصل بين المدرج الشرقي اللي موجود فيه جمهور الاهلي وبين التراك، وهم بينزلوا يعتدوا على بعض افراد الشرطه وعلى جماهير المصري، وفتحوا ثغره في الامن اللي موجود وتسببوا في هذه الكارثه؟ طيب اخر سؤال يا فندم، هل حضرتك بتعتقد انه بعد النهارده القاء القبض على احمد ادريس هتحصل متغيرات في القضيه قد تقلبها راسا على عقب ولا لا؟ ده سؤالي الاخير. السؤال اجابته انا برضه هختصر مع حضرتك يا استاذ ابراهيم. اتفضل يا فندم. في التوقيت ده قدمت بلاغ اتهمتهم بهذه الافعال اللي ارتكبوها واللي بتشكل جرائم زيهم زي المتهمين التانيين. صدر قرار بضبطهم واحضارهم. النيابه العامه لما احالت القضيه في شهر 3/2012 سلخت نسخه من التحقيقات الخاصه بهم وارسلتها للنيابه لاتخاذ شؤونها. طلبت اكثر من مره واثنين وثلاثه وعشرة امام المحكمه بضم هذه التحقيقات. بعد ثوره 30 يونيو انا حركت الموضوع مره اخرى. صدر قرار بضبط واحضار بعد سؤال المجني عليه وعرضه على الطب الشرعي. ارسل الضبط والاحضار الى مديريه امن بورسعيد ومنها الى مديريه امن القاهره، وفجرا القي القبض عليه. انا عايز بس بعد اذن حضرتك استاذ ابراهيم، ما عنديش وقت يا فندم، ما عنديش وقت. انا خايف من حاجه بس بسرعه اتفضل. في خبر اذيع على موقع نبض ان الاستاذ حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب تدخلوا لاخلاء سبيلهم. طيب انا ما اقدرش اجزم على اخبار موجوده على المواقع باي حال من الاحوال. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد اشرف العزبي المرشح لرئاسه النادي المصري، طبعا ما يتعلق ب